يا أحباب، لو أذن الفجر وفي يد أحدنا الإناء، هل يستطيع أن يشرب من هذا الماء أو لا يشرب؟ هنالك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء وفي يد أحدكم إناء فلا يتركه أو فلا يدعه حتى يأخذ منه حاجته. الآن بدنا نسمع تفسير هذا الحديث من فضيلة سيدنا الدكتور معاذ حوا حفظه الله تعالى. السلام عليكم وحياكم الله. هذا الحديث أولا لم يذكر شأن الصيام مطلقا، فقال بعض العلماء هذا لا دخل له بصيام رمضان أو غيره، يعني إذا أذن الأذان نحن من السنة أن نردد خلف المؤذن، فإذا كان الإناء بيدك اشرب يا أخي وردد خلف المؤذن. ثانيا قال أكثر علماء الحديث هذا الحديث لا يصح سندا، فيه ضعف. ثالثا قال الفقهاء هذا الحديث حتى لو كان صحيحا فهو ليس بمخصص للآية بل مناقض للآية. الآية قالت وكلوا واشربوا حتى تفيد الغاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأذان أذان الفجر، بمجرد ما يدخل وقت الفجر يبدأ الأذان، فحتى كلوا واشربوا حتى، فمجرد ما يؤذن يجب القطع. فحينما يأتي نص يؤخر هذا إلى ما بعد الأذان بقليل أن يشرب قليلا، فهذا مناقض للآية وليس بمخصص. لو كان مخصصا لأخذ به بعض الفقهاء، لكنه مناقض، فحتى لو كان صحيحا وجب رده، فكيف وهو ضعيف؟ فأجمع أهل المذاهب الأربعة على رد العمل بهذا الحديث ولم يعملوا به، فهو ضعيف ومناقض للآية وقابل للتأويل، وأيضا للعلماء تأويلات أخرى على فرض صحته، والله أعلم. الله يجزيكم الخير سيدنا.